اصل انا عصبي وعادي، يعني الحاجات دي بتحصل بين المتجوزين، وانا يعني ما كانش قصدي اقتلها. ده اخر كلام قاله الزوج رجل الاعمال قبل ما يقبضوا عليه في المستشفى بتهمة قتل مراته، واللي موتها استغرق 5 ايام من العذاب قبل ما حياتها تنتهي. يا ترى الزوج عمل ايه في مراته ال5 ايام دول؟ في نوفمبر 2024 في منطقة التجمع الخامس بتحصل جريمة بشعة والقاتل الزوج مفيش في قلبه رحمة. الحكاية بتبدأ بالزوجة مرام عندها 31 سنة وطول عمرها كانت عايشة في كندا، وهناك اتجوزت وخلفت بنتين، وبعد كده اتطلقت وخدت بناتها بحكم المحكمة، وقررت ان هي هترجع على مصر وهتستقر هناك. مرام لما نزلت مصر اشتغلت في مدرسة انترناشونال كبيرة بحكم خبرتها في اللغة الإنجليزية. بعدها اتعرفت على رجل الأعمال أسامة اللي حبها من أول ما شافها، وقرروا يتجوزوا بعد فترة صغيرة من التعرف على بعض. أسامة رجل أعمال ومهندس ديكور وعنده شركته الخاصة بيه. أسامة برضو كان متجوز قبل كده ومخلف ولد، واتفق هو ومرام إن الولد ده هيعيش معاهم بعد ما يتجوزوا، ومرام وافقت ورحبت جدا بالموضوع، وكانت بتحب الولد وكانت معتبراه أخ لبناتها. ولما جه أسامة يتجوز مرام اشترى لها فيلا في أرقى أحياء مصر في منطقة التجمع الخامس، وكانت حياتهم الزوجية عادية جدا. بس اللي معروف عنه إن أسامة كان عصبي، كان دايما بيتخانق هو ومرام، بس العصبية بتاعت أسامة كانت بتوصل معاه لحد الضرب، وهو كان على طول بيوصف نفسه إنه عصبي. ولما كان بيعمل كده مع مرام كان بيجي في نفس اليوم بالليل يصالحها، وهي عشان كانت بتحبه جدا كانت بتسامحه وبتعديله أي خلاف. كل الناس اللي حوالين مرام كانوا عارفين إن هي كانت بتحب جوزها جدا، وده كان باين من حتى البوستات اللي كانت بتنزلها له على الفيس. وبما ان اسامه بيتعصب من اتفه الاسباب، في يوم من الايام جه جعان دخل على مرام يشوفها حضرت العشاء ولا لا، ولما لقاها اتاخرت في تحضير العشاء اتخانق معاها. ولما الخناقه بدات تزيد اسامه خنق مرام من رقبتها، وبعد ما خنقها خد كل الاجهزه الالكترونيه اللي في البيت وقرر يقفل عليها باب الفيلا ويسيبها ويمشي، وساب معاها البنتين وابنه. مرام بعد الخنقه اللي هو خنقها لها كانت تعبانه جدا، بس ما رضيتش تبان قدام الاطفال عشان ما يخافوش، وكانت على قد ما بتقدر بتقوم تخدمهم وتعمل لهم اكلهم وشربهم. بس كل ده كانت بتعمله وهي مش قادره تتكلم او تحرك رقبتها، غير الالم الفظيع اللي هي دايما حاسه بيه. عدى يوم واتنين وخلاص ما بقتش قادره تقف على رجليها ولا حتى تخدم الاطفال، بقوا هما بيعتمدوا على نفسهم وبيحضروا لنفسهم كل حاجه. وجوزها اللي كان السبب في اللي حصل لها سايبها وما بيسألش فيهم ولا يعرف عنهم أي حاجة. وبعد اليوم الخامس أسامة بيقرر يروح لهم عشان يتفاجئ من الفوضى اللي موجودة في الفيلا بسبب الأطفال، لأن مفيش حد طبعا عارف يراعوهم. بيلاقوهم مبهدلين الدنيا وكل حاجة مش في مكانها. أما مرام بيدخل يلاقيها مرمية على الأرض وماسكة رقبتها، وده عشان مرام بقالها 5 أيام بتصارع الموت ومحدش حاسس بيها. أسامة أول ما شاف مرام مش أول حاجة عملها إن هو نقلها المستشفى، لأ ده دخل على جوجل يبحث عن الحالة اللي عندها وأعراضها وعلاجها، ولما معرفش يوصل لحاجة كلم دكتور معرفة وقال له لازم تاخدها على المستشفى حالا، وقعد يزعق فيه ويقول له انت ازاي سايبها توصل للمرحلة دي. وفعلا أسامة بياخد مرام وبيطلع بيها على المستشفى، وأول ما بتروح المستشفى بياخدوها فورا على أوضة العمليات. وهنا الدكاترة بيتصدموا من اللي شافوه. الدكاترة لقوا كسر في الحنجرة وقطع في البلعوم بحجم 8 سنتي، وكل ده سبب لها صديد. وكانوا مستغربين هي ازاي قعدت ال5 أيام دول من غير ما يحصل لها أي حاجة، وكمية الألم الرهيبة اللي كانت بتعانيها في الفترة دي. مرام حالتها كانت وحشة جدا لدرجة ان هم عملوا لها 6 عمليات في 10 ساعات، وبعد ما خرجوها من اوضه العمليات حذروا جوزها وقالوا له ان نسبة شفائها مش هتتعدى 1%، يعني يعتبر مرام ميتة. بس مرام اول ما طلعت من اوضه العمليات ودخلت على الاوضه التانية شاورت للممرضة ان هي عايزة بورد عشان تكتب عليه حاجة، لانها طبعا في الوقت ده مش قادرة تتكلم ولا تفتح بقها. وهنا كان الصدمة من اللي مرام كتبته على البورد، كتبت جوزي هو اللي قتلني، ودخلت في غيبوبة على طول. طبعا الممرضة اتصدمت من اللي هي شافته وطلعت تجري على الدكتور وحكت له وورت له اللي هي كتبته. المستشفى كده كانت هتحولها قضية جنائية وكانت هتبلغ الشرطة، بس بعد اللي اتكتب ده بلغوا الشرطة فورا من غير ما يبينوا اي حاجة عشان تيجي الشرطة فجأة وتقبض على الزوج أسامة. وفعلا أسامة بيتقبض عليه وبيعترف بالتفاصيل وبيقول نفس الكلام، ان هو زوج عصبي جدا وان دي كانت خناقة عادية بينهم وهو ما كانش قاصد يقتلها، هو بس خانقها من ضمن الضرب اللي هو بيضربها لها. بس هنا الشرطة ما صدقتوش، ازاي بيخنقها عادي وازاي يتسبب في قطع بحجم 8 سنتي في البلعوم، دي حاجة غريبة جدا. أسامة قال كمان ان مرام كانت ست كويسة جدا وكانت بتعامل ابنه بمنتهى الاحترام، وانها كان طبعها هادي، وان بسبب طبعها الهادي ده كان بيستفز اكتر، والخناقة بتبقى اكبر بكتير بسبب ان هي ما بتردش عليه وهادية في طبعها.
أسامة قال كمان إن هو حبسها عشان بس تتعلم الأدب، بس الشرطة كانت شايفة إن هو حبسها ولا أنقذها ولا ساب حد تاني ينقذها. وآخر تقرير طلع من المستشفى قطع في البلعوم أدى إلى تعفن في القصبة الهوائية، وده بدوره تسبب في نزيف وصديد غير الكسر اللي في الحنجرة. وبتموت مرام اللي كل الناس كانت بتشهد بطيبتها وبأخلاقها وبحبها لجوزها وابنه اللي مش ابنها. هل حد يستاهل يتضرب بالوحشية دي لحد ما يموت؟ وإيه اللي ممكن واحدة زي مرام تكون عملته عشان تبقى دي نهايتها؟ مستنية رأيكم في الكومنتات، واستنوني في قصة جديدة وفيديو جديد.